موعد الظهور الأول وأول مباراة لنجمنا المصري محمد صلاح والقنوات الناقلة. الكل منتظر ومستني مباراة محمد صلاح والظهور الأول للنجم محمد صلاح بقميص فريقه الجديد طرابزونسبور التركي، حيث سيخوض أول مباراة له أمام قاسم باشا في الدوري التركي. طبعا هذا الظهور يأتي بعد أيام من إعلان النادي التركي التعاقد مع قائد المنتخب المصري في صفقة انتقال حر علشان يبدأ رحلة جديدة وتاريخ جديد للنجم المصري في الدوري التركي، وسط ترقب جماهيري واسع في مصر والدول العربية لرؤية محمد صلاح على أرض الملعب. موعد المباراة طبعا طرفي المباراة هيكون طرابزونسبور التركي وقاسم باشا. موعد المباراة هتكون يوم السبت 15/8/2026، يعني السبت الجاي ان شاء الله. بالنسبة للقنوات الناقلة لهذه المباراة، فمجموعة قنوات بين سبورت القطرية عندها حقوق حصرية لبث مباريات الدوري التركي الممتاز. هذه المباراة تحديدا طرابزون ضد قاسم باشا هتكون مذاعة على قناة بي ان سبورت 2. التوقيت المباراة هيكون الساعة 7 بتوقيت مصر والسعودية والعراق واليمن وفلسطين، الساعة 6 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. طبعا موقف مشاركة محمد صلاح في هذه المباراة، لأن البعض اتكلم أن صلاح ممكن ما يشاركش في هذه المباراة لأنه بيتم تأهيله وتجهيزه، ولكن الأنباء الواردة من الصحافة التركية قالت أن الجهاز الفني بقيادة فاتح تقي يسعى لتجهيز النجم المصري للمشاركة في هذه المباراة الهامة، خاصة في ظل الآمال الكبيرة المعلقة عليه لقيادة خط الهجوم وصناعة الفارق مع فريقه الجديد. هنتكلم عن مباراة طرابزونسبور التركي في شهر 8 إن شاء الله. طبعا مباراة البداية مع مباراة قاسم باشا يوم 15/8، بعدها هيلعبوا بشاك شهير في الجولة الثانية من الدوري التركي يوم 23/8، بعدها مباراتي الذهاب والإياب في الملحق الفاصل المؤهل إلى الدوري الأوروبي يوم 20 ويوم 27/8. محمد صلاح ان شاء الله بيبدأ فصل جديد في مسيرته الكروية مع طرابزونسبور التركي، وسط امال كبيرة جدا من الجماهير التركية والمصرية والعربية انه يقدر يقود الفريق لتحقيق البطولات ويكتب تاريخ جديد في فصول مسيرته المدهشة في كرة القدم. كل التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح في ظهوره الأول أمام قاسم باشا يوم السبت اللي جاي إن شاء الله 15/8/2026. المباراة مرة تانية هتكون الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية، مذاعة على بي ان سبورت 2.